السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور ابراهيم. النهارده عندنا محاضرة جديدة في الجنرال باثولوجي، المحاضرة رقم 5 على ما أتذكر. آم، الجنرال باثولوجي من الحاجات اللطيفة المهمة في الامتحان، وعليها شوية أسئلة محترمين. ومن تاني دايما أنا بنوه في أول الشابتر وفي أول كل محاضرة أهوت أقول إن أول 30 دقيقة في الشابتر مهمين جدا. أول 30 دقيقة في المحاضرة رقم واحد، تمام، مهمين للغاية، لأن أنا نوهت فيهم عن النقط المهمة اللي هنهتم بيها في المذاكرة الامتحانية. طيب هنتكلم النهاردة، هنكمل على الانفلاميشن. المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن الاكيوت انفلاميشن واتكلمنا على الكرونيك انفلاميشن. هنتكلم النهاردة على نوع من أنواع الكرونيك انفلاميشن، هو الجرانيولوميتوس انفلاميشن. طبعا عشان نفهم المحاضرة دي بشكل كامل لازم نكون سمعنا الكرونيك انفلاميشن في المحاضرة اللي فاتت. طيب الجرانيولوميتوس انفلاميشن هو نوع من أنواع الكرونيك انفلاميشن، بيحصل فيه جرانيولوما، تمام. وجرانيولوما خلينا اقولها بشكل سيمبل كده، هي مستعمره من الالتهاب، من الانفلاميشن، تمام. عشان يبقى في مكان فيه انفلاميشن بشكل مستمر فبديهي جدا ان هو يكون كرونيك انفلاميشن، تمام. فالكرونيك انفلاميشن ده عمل مستعمره مكان، المكان ده مكان محدد، وليكن في شكل سيركل، والسيركل ديت فيها انفلاميشن، تمام. فاذا الجرانيوماتوس انفلاميشن ده هو باترن اصلا من الكرونيك انفلاميشن. خلينا نبدا نشغل الشور. هو باترن من الكرونيك انفلاميشن، يبقى ده اول حاجه لازم تعرفها حضرتك، ان هو باترن من الكرونيك انفلاميشن. ممتاز جدا. وده بيحصل نتيجه ايه؟ فخلاص بقى في اميون سيلز، فعندي التي ليمفوسايتس، تمام. يعني خلاص بقى، دي احنا بنتكلم في اميون سيلز مسؤوله عن كرونيك انفلاميشن، فبنتكلم على التي ليمفوسايتس، تمام. طب ايه اللي هو ايه اللي يخلي الاكيوت انفلاميشن اكيوت، وايه اللي يخلي الكرونيك انفلاميشن كرونيك؟ معلومه مهمه جدا. ده بيعتمد على حاجتين: الاميون سيستم ذات نفسه، الريسبونس بتاعته، والنقطه الثانيه كمان بيعتمد على انا بستجيب لايه. يعني في انيشيتنج فاكتور، او في حاجات بتبدا الانفلاميشن بتستدعي اكيوت بروسيس، وفي حاجات بتستدعي كرونيك بروسيس. الاكيوت بروسيس مش هتجيب معاها نتيجه، هي حاجه هتبقى مزمنه في الجسم، او محتاجه عمليه مطوله من الانفلاميشن عشان احمي الجسم منها، تمام. فيعتمد على نوع الاستيمولاي اللي هيعمل الانفلاميشن. فلما بتكلم في كرونيك انفلاميشن، ففي حاجات كتير جدا ممكن تعمل الموضوع ده. اشهر اسباب ليه هي الانفكشن. فلاقي عندي فانجل انفكشن بتخلي الجسم يعمل كرونيك انفلاميشن، الاقي عندي بكتيريال انفكشن تخلي الجسم طبعا اشهر حاجات اللي بنتكلم عنها هي التي بي. التي بي طبعا من اشهر الجرانيولوما في الطب، وفي حياتك العمليه وفي كل حاجه اشهر جرانيولوم هتقابلها هي التي بي، تمام. فالتي بي ده من الحاجات اللي بتستدعي كرونيك انفلاميشن. حتى اما اتكلمنا عنه قبل كده في الميكروبيولوجي قلنا ان ده ايه، ان ده حتى بعد ما الشخص السيمتوم بتاعت التي بي بتروح بيفضل موجود عنده دورمنت او ريمنت كده في الجسم، لو الاميون سيستم ضعف شويه. خد بالك معايا، يعني انا عندي التي بي اهو، ماشي. الاميون سيستم بيعمل ايه حواليه حضرتك؟ بيعمل حواليه كده هو حاله من الانفلاميشن، عشان المايكوبكتيريوم تيبركلوزس، يعني عشان يحمي الجسم منه. وخلاص انا قفلت عليه وسجنته، وخلاص ما عادش فيه مفر ان هو يطلع عندي. هي ديت نفس الانفلاميشن اللي هنا. طيب لو الاميون سيستم ضعف شويه، الشخص ده هو عنده دايابيتس ميليتس، او شخص عنده اتش اي في، او بياخد ستيرويد، فاهمني؟ فيبدا التي بي يحصل له اكتيفيشن من تاني. مش خلاص هو ده نوع العدوى دي كده. فعشان كده لحياتك العمليه برضو في بعض الاحيان لما اكون هبدا اميون سبريسيف ميديكيشن، لازم اعمل. بعض الاشخاص بيجي لها تي بي من غير ما يحصل لها اعراض اصلا ويفضل موجود في جسمها، فلازم احلل الشخص ده اشوف عنده تي بي ولا لا. ليه؟ لان هو لو عنده تي بي وما حصلش منه اعراض، ممكن يكون خامل في جسمه. اما اديله اميون سبريشن ميديكيشن يبدا ينشط في جسمه، تمام. فناخد بالنا من الحته دي. طيب، فخلاص يبقى احنا قلنا كرونيك انفلاميشن ميديتد باي تي سيلز، وبيعتمد على نوع هو البكتيريا، او نوع الفيروس، او نوع الفنجاي اللي بيخليه يدي كرونيك انفلاميشن يعني.
وده شكل الانفلاماتوري سيلز. الجرانيولوما ديت الصوره تيبيكال بتيجي في الامتحان باي ذا واي، فده يعني ايه اكزام كويشن، لان هي حاجه مشهوره جدا في الهيستو باثولوجي يعني. طيب في بعض الاحيان بما ان في كرونيك انفلاميشن ممكن اعمل فايبروزس حوالين الجرانيولوما اللي موجوده دي. تمام. يعني انا دايما بقول ايه عشان اسهل لك فهم الامر، انا الجسم مش قادر على التي بي، خلاص اعمل انفلاميشن في التيشو اللي موجود، وحط حواليه كردون كده اللي هو سور. السور ده عباره عن فايبروزس. ماشي، فايبروزس. في بعض انواع الجرانيولوميتوس انفلاميشن الفايبروزس بيزيد لحد يدمر التيشو اصلا ذات نفسه. تمام؟ يعني يدمر النورمال تيشو، النورمال ستراكشر بتاع التيشو دوت ممكن يتدمر اصلا، ما عادش الاستراكشر بتاعه الطبيعي. طيب اتكلمنا برضه قبل كده في شباتر سابقه على ان موضوع الانفلاميشن عندي او الجرانيوما عندي نوعين، قلت كازيتنج جرانيلوما وقلت نون كازيتنج جرانيلوما، واتكلمنا عن الانواع او الديزيسز اللي بيحصل فيها الكازيتنج ونون كازيتنج. فالكازيتنج جرانيلوما يعني هي الجرانيلوما بشكل عام زي ما انتم شايفين حضراتكم في الصوره اللطيفه دهيت، هي عباره عن سنترال فوكس من الابيثيلويد سيلز which are activated by macrophages with abundant pink cytoplasm، اللي هو الوصف بتاع الصورة اللي فوق دي. تمام. وبعد كده they are surrounded by lymphocytes and multinucleated giant cell formed by the fusion of several activated macrophages. يعني إيه؟ انا زي ما قلت انا اعمل كاردون، فانا عشان اعمل الكاردون دوت عملت كاردون من فايبروسيس، وعملت كاردون حواليه كده من انفلاماتوري سيلز، ديت مسكت في دي مسكت في دي. تمام. عملوا فيوجن، عملوا جاينت سيل، نقول لك مالتي نيوكليتد جاينت سيل. ده انا طبعا شرحتها قبل كده. لو دي خليه هي فيها نيوكليوس زائد خليه تانيه فيها نيوكليوس، انا هضم الاثنين دول مع بعض عشان ادي الماكسيمم سترينث بتاعت الاميون ريسبونس، فيديني خليه كبيره كده اهو. ليه؟ يقول لك مالتي نيوكليتد ليه؟ لان هي فيها دي نيوكليس وفيها نيوكليس. طبعا احنا عارفين الميون سيلز في بعضها بيبقى فيه 2 نيوكليس 3 نيوكليس، فهي الخليه الجاينت سيل عندي بقت مالتي نيوكليتد جاينت سيل. ده فيوزد ماكروفيجز او فيوزد انفلاماتوري سيلز عشان تساعد في الانفلاماتوري ريسبونس. ماشي يا دكاتره؟ طيب ممتاز جدا. فعشان كده انا عندي نوعين من الجرانيولوما، لا اما كازياتنج جرانيولوما لا اما نون كازياتنج جرانيولوما. طب الكازياتنج جرانيولوما ديت معاها سنترال نيكروزس، يعني من النص كده شكلها بشع. انا انا الريسبونس بتاعت الجسم على النوع ده من الانفكشن لازم تكون بالشكل ده. انا مش قادر على البكتيريا عليا ولا اعدائي، او انا بقى ايه مدمر البكتيريا ومدمر التيشو اللي حواليها. تمام، بتاع الجسم ذات نفسه، بعمل حاجه اسمها كازيشن، يعني خلايا الجسم اتاكلت بقت عملت حاجه زي البص. تمام. كومونلي سين انفكشس ايتيولوجي زي التي بي والفنجل انفكشن. تمام. عشان كده التي بي دوت بيعمل كافيتي. هو بيعمل كافيتي ليه حضراتكم؟ عشان بيحصل كازيشن، الانفلاماتوري سيلز عامله زي مات النار بتاكل التيشو بتاع اللنج وبتاكل البكتيريا. تمام، فتعمل كازيشن تعمل كافيتي. تمام، ممتاز جدا. والنون كازيتنج جرانيلوما هو انا عندي ليك ذا سنترال نيكروزس. ماشي، يعني اكل اللي بيحصل عندي ده ما حصلش. ماشي. فعشان كده هي هو سبحان الله هو الريسبونس ده الاولاني كازيشن عشان انا عندي بكتيريا وعايز اخلص منها في الجسم. طب النون كازيشن لا، هو ده دايما ما بيبقاش رد فعل للانفكشن، بيبقى رد فعل للانفلاماتوري ديزيز اللي موجوده في الجسم. يعني ده الريسبونس على فالريسبونس على الانفلاماتوري ديزيز اضعف شويه من الريسبونس على البكتيريا. ماشي، فبالتالي انا مش عايز اعمل نكروزس. هو في انفلاميشن دي نورمال بروسيس، الشخص ده عنده مرض في الجسم بيعمل انفلاميشن. تمام، بس انا مش عايز اخلص من التيشو اللي موجود. تمام، واضح الحته دي؟ عشان كده مفيش كازيشن. فعشان كده يقول لك often observed on the non-infectious condition زي ايه؟ قلنا قبل كده بقى، واحنا عندنا الساركيدوزس. تمام، قلنا كازيتنج جرانوم، قلنا الكرونز ديزيز، قلنا كازيتنج جرانوم. في واحده كمان بقى يعني اسهلها لكم، قلتها في شابتر ريسبيراتوري، اكتبوها لي تحت في كومنت على الفيديو ده. تمام، احنا قلنا عندنا ثلاثه مشهورين، الساركيدوزس ريسبيراتوري، وفي واحده كمان سولها ريسبيراتوري، واحده عندنا كمان الكرونز ديزيز. طيب
ممتاز جدا. طب هو الجرانيلوما دي تحصل ازاي؟ يقول لك بسيطه جدا، هي انفلاماتوري بروسيس زي ما احنا قلنا قبل كده. احنا دايما ايه شرحتها بشكل مبسط جدا في الاكيوت وكرونيك انفلاميشن، هي نفس اللي بيحصل بالظبط. عندك حاجه بتعمل انفلاميشن، انيشيتنج فاكتور، زي ما احنا قلنا بالمصري باللغه المصريه الجميله، حته من قطر البكتيريا، او حته من قطر الفيروس، او حته من قطر الحاجه اللي انت هتعمل فيها انفلاميشن، وخلي العمالين انتيجين بريزنتنج سيل يسيبوها ويودوها للخلايا المناعيه اللي هتتعرف عليها وهتدي الانفلاماتوري بروسيس. ماشي. فاذا عندي واحد انتيجين بريزنتنج سيلز، انا بتكلم واحد انتيجين بريزنتنج سيل بريزنت انتيجين تو سي دي 4، سي دي 4 بلس تي سيلز، او الهيلبر تي سيلز. ماشي، يبقى ده واحد، يبقى انتيجين برزنتيشن واحد. اتنين هتوديها للسي دي 4 بلس تي سيلز، او الهيلبر تي سيلز. وبعد كده التي هيلبر سيلز دي هتعمل ايه؟ هتدي انترليوكين 12. ماشي، يبقى ديت الخطوه الثالثه. طب الانترليوكين 12 ده يا دكاتره هيعمل ايه؟ هيبروموت الديفرنشيشن بتاع التي هيلبر سيلز انتو تي هيلبر 1 وتي هيلبر 2. يبقى تي هيلبر 1 وتي هيلبر 2، يبقى دي الخطوه الرابعه. ماشي. وبعد كده دول هيعملوا سكريشن للانترفيرون جاما. ماشي. وتش اكتيفيت الماكروفيج، يبقى دهوت الخطوه الخامسه. وهيحصل اكتيفيشن الماكروفيج الخطوه السادسه. والاكتيفيتد ماكروفيج دي هتبدا ايه؟ تطلع انكريز سايتوكاين سكريشن، يبقى دي الخطوه السابعه. ماشي. such as TNF leading to formation of epithelial بروفيجز اند جوينت سيلز اللي هتبدا تهاجم المكان اللي فيه الانفلاميشن. يبقى واحد انتيجين بريزنتنج سيلز، اثنين وديها للتي هيلبر جنرال كده تي هيلبر سيلز، ثلاثه يطلع انترليوكين 12، أربعة يعمل ديفرنشيشن أو بروموتنج الديفرنشيشن بتاع التي هيلبر 1، التي هيلبر سيل، تي هيلبر 1 وتي هيلبر 2. تمام. وبعد كده يطلع عندي يحصل سكريشن التي هيلبر 1، تعمل سكريشن الانترفيرون جاما. وبعد كده الانترفيرون جاما ده هو هيروح يعمل اكتيفيشن الماكروفيجز. وبعد كده الماكروفيجن دي تطلع تطلع سيتوكاينز من ضمنها التيومر نيكروزس فاكتور. تمام. التيومر نيكروزس فاكتور دوت هيؤدي لفورميشن لابسيلويد سيلز، ابسيلويد سيلز او ابسيلويد ماكروفيجز. يعني هي اكتيفيتد ماكروفيجز وجاينت ماكروفيجز ومالتي نيوكليتد جوين سيلز اللي هتؤدي للانفلاميشن. ماشي. حته مهمه جدا هنا لازم ناخد بالنا منها. الانتي تي ان اف therapy can lead to breakdown of sequestrating granuloma potentially resulting in disseminated disease. تمام. الانتي تي ان اف therapy can lead to the breakdown of sequestrating granuloma potentially leading to disseminated disease. يعني ايه اللي حصل حضرتك؟ الجرانيلوما بدأ يحصل لها ديسيمينيشن في في الجسم. انا السيكوستريشن ده اتلخبط عندي، عملت ليه بريك داون، فالانفلاميشن ذات نفسه بعد ما كان محدود في مكان واحد بدأ ينتشر عندي في الجسم. تمام. وباي ذا واي في بعض الاحيان انا بستخدم انتي تيومر، انتي تي ان اف ثيرابي عشان اوقف الانفلاميشن. تمام. يعني في احيان كتيره جدا بستخدم الانتي تي ان اف اللي هو اخر خطوه المفروض عندي عشان اوقف الانفلاميشن ده يعني. وفي نفس الوقت لو انا استخدمت انتي تي ان اف في بعض الاحيان اللي انا محتاج فيها انفلاميشن، عشان بس نفهم الحته دي. يعني دلوقتي حضرتك الانتي تي ان اف دوت مهم في بعض الامراض المناعيه اللي انا مش عايز فيها الانفلاميشن. في بعض الاحيان زي حالات التي بي محتاج الانفلاميشن ده. لو انت اديت انتي تي ان اف هيحصل ديسيمينيشن للتي بي في الجسم. تمام. هيحصل ديسيمينيشن حرفيا للتي بي في الجسم. Therefore, it is crucial to test for latent TB before initiating the anti-TNF therapy. الحتة دي وضحت؟ يبقى تاني، أنا في بعض الأحيان أنا هستخدم التي ان اف، سوري الانتي تي ان اف في بعض الأمراض المناعية. ماشي. بس لو أنا استخدمت الانتي تي ان اف والشخص ده كان عنده تي بي، ده اللي أنا بقى وضحتها من شوية، فده انا وقفت الجرانيولوماتس انفلاميشن اللي كان هيحمي الجسم من التي بي، فيبدا التي بي يحصل له ديسيمينيشن في الجسم. المشكله ده ممكن يروح للبرين. عندنا حاله كانت اتحجزت من يومين. سو الهيستوري بتاعه هي 56 year old man known chronic renal disease، وطبعا multiple issues يعني is from Pakistan. يعني
وبعدين هو كان في فاكيشن في باكستان قريب، و get in contact with get in contact with sick people doesn't know if they have TB or not. وبعد كده بيتعمل له عنده ويكنس في الرايت سايد اوف ذا بودي. حاجات بدأت يعني ايه تظهر، فطبيعي اتعمل له سي تي سكان، يعني عملت وضحت ان في ليجن كده. وبعد كده عملنا ام ار اي سكان شوت ليجن ان بوث سايدز، يعني بيقول ان ده ممكن يكون برين ابسس. تمام. والسيتي لانج برضو فيها لانج ريديوز كافيتيتنج ليجن يعني. طب ايه المشكله هنا بقى؟ المشكله الراجل ده دخل التي بي، حصل له ديسمينيشن. ليه؟ لان الراجل دوت عامل كدني ترانسبلانت وعلى اميون سبريسيف ميديكيشن. مش هقول ان هي انتي تي ان اف، ولكن هي اميون سبريسيف ميديكيشن مقلل المناعه. فالرد على التي بي لو حصل بيبقى ضعيف جدا، فبدا التي بي يحصل له ديسمينيشن. تمام. الحاجه الكويسه في الامر ان الراجل كويس خالص، مفيش فيه يعني كلينيكالي فاين، يعني he doesn't look like someone who had bilateral brain abscess and bilateral lung nodules. مش باين عليه خالص يعني، سبحان الله. فعشان كده دايما احنا بنعمل تيست للتي بي قبل ما نبدا اي اميون سبريسيف ميديكيشن. طيب، سريعا بقى كده، هو ايه الحاجات اللي ممكن تعمل ال الجرانوتس انفلاميشن عندنا؟ بكتيريا طبعا، زي ما احنا قلنا، زي المايكوبكتيريوم، زي التوبركلوزس والليبرسي، البارتينيلا هنسيلي اللي هي بتبقى associated مع الكات سكراتش ديزيز اند ستيليت نيكوتازنج جرانيلوما، دي مهمه. الستيريا مونوسيتوجين، فاهمين؟ التروبونيما باليدوم اللي بتعمل السيفلس. عندك فانجل زي انديميك مايكوزس لايك هيستوبلازموزس، البرازيل زي شيستو زوميازيس، والكتاليز بوزيتيف اورجانيزمز زي اللي بتتشاف في الكرونيك جرانيوماتس ديزيز. في كرونيك جرانيوماتس ديزيز ده في حد ذاته آه، 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 بيبقى فيه مالتيبل جرانيلوم. طيب، عندك نون انفكشنز بقى زي ما احنا قلنا بقى، كرونز ديزيز، سوري الساركايدوزس، الكرونز ديزيز. اتمنى ان الناس تكون كتبت البريليوزس. وعندك كمان البرايمري بيلاري كولانجايتس، سب اكيوت او الديكرفين ثايرودايتس او جرانيوماتيس ثايرودايتس. حد كده يقول لي كمان كان ليها، هي النوع الوحيد او النوع الاشهر نوع بيبريزنت بسيمتوم معينه. تمام. اكتبوا لي كده في الكومنتات يعني. طيب، الفاسكولايتس زي جرانيوماتوسس وبولانجايتس هي اصلا جرانيلوما. ايزينوفيليك جرانيولوماتوزس وبولانجايتس، فاهمني؟ الجوينت سيل ارترايتس او التكاياسو ارترايتس. انا قلت برضو في الفاسكولار ان انا عندي التكاياسو والكواساكي. اكتبوا لي كده بقى يعني التكاياسو والكواساكي ده كان بيحصل فين ويحصل فين يعني؟ يعني في واحد فيهم بيحصل في ايدج جروب معينه، وواحد فيهم بيحصل في ايدج جروب معين. عندك الفورين بوديز زي البريليوزس اهو، بريليوزس. تمام. انا قلت والتاكالوزس ده بتاع النيكوتين، على ما اتذكر برضه نفس فكره البريليوزس كده. انا قلت البريليوزس الجسم مش عارف يتعامل اصلا مع الماده الغريبه اللي عامله زي الفايبر دي اللي داخله الجسم. مش عارف انا ديت ما مش موجوده في كتالوج المناعي بتاع الجسم. تمام. فبالتالي يبدا ايه يعمل حواليها جرانيوتس انفلاميشن عشان يحمي الجسم منها. والهايبر سنسيتيفيتي نومونايتس. طيب، ده طبعا شكل التفاعل اللي احنا قلنا عليه اهوت الانتيجين حضرتك. وده الانتيجين بيرزنتنج سيلز، خدوا للتي سيلز اهوت. الانترليكين 12 هيبدا يعمل بروموتنج للتي سيلز، يديني تي هيلبر 1 سيلز اللي هتبدا تطلع الانترفيرون جاما، اللي هيبدا ياكتيفيت الماكروفيجز، اللي هتبدا تطلع تيومر جروث فاكتور عشان تديك جاينت سيلز. شايفين الجاينت سيلز دي اللي احنا بنتكلم عليها؟ هي بالمالتي نيكليتد جاينت سيلز اهي. وبقى عند وليمفوسايت وفايبروبلاست وابيثيلويد سيلز اهيت. يعني بدأ يبقى عندي خلايا. هو اصلا الجرانيوم عباره عن مستعمره من الخلايا، الجنود اللي موجودين كتير جنب بعض. مش فاكره؟ يبقى احنا كده اتكلمنا على الاكيوت انفلاميشن، الكرونيك انفلاميشن، والجرانيولوماتوس انفلاميشن. بتتكلم عن السكار فورميشن يعني. تمام. انا عندي سكار هنا اهي، شايفين دي سكار اهي. تمام. ممكن ما تبقاش باينه، يعني انا مش شخص، يعني انا طبيعه جسمي ان هو اي حاجه ممكن تسيب سكار بكل سهوله يعني. طب الاشخاص مختلفه عن بعضها في موضوع السكار فورميشن يعني. هو السكار دي حاجه اصلا طبيعيه، السكار دي حاجه طبيعيه يعني رد فعل طبيعي من الجسم ان هو حصل انجري، ابدا اصلح. فلا اما اصلح الموضوع بشكل كومبليت ويبقى كويس، يعني حصل انجري، حصل كات جرح، تمام،
صلحته بشكل كويس، خلاص رجع المكان شكل الجلد تماما يعني. واحنا كلنا بلا استثناء بنتعرض لانجز طول ما احنا ماشيين في كل حته، والانجز دي بتصلح وما بناخدش بالنا منها اصلا. تمام؟ انجز لا ترى بعين مجرده يعني، الجسم بيصلحها. ممكن مئات الالاف من الانجز، لو عملت كده هو ده انج حصل، شوف بقى كم 100 مليون خليه راحوا في الخط دي. تمام؟ والجسم بيصلح. بس في انواع من الانجز بتبقى اكبر من قدره الجسم على ان هو يصلحها، تمام، او يرجعها للشكل الطبيعي بتاعها، او ممكن تاخد prolonged بيريد عشان ترجع للشكل الطبيعي بتاعها، فتبدا تسيب سكار. تمام؟ او في اصلا اشخاص عندهم مشكله. تمام؟ خلينا اقول الهيلينج سيستم بتاعه ان وجد يعني، الهيلينج سيستم بتاعه بيستجيب بشكل مبالغ فيه للانجن اللي بيحصل. فعشان كده الاشخاص ديت احنا هنقسمها لاشخاص يحصل فيها هايبرتروفيك سكار، وفي اشخاص يحصل فيها كيلويد سكار. ماشي؟ ف... فيقول لك السكار فورميشن occur when repair cannot be accomplished by cell generation alone. تمام؟ فيبدا يحصل عندك non regenerating cell، زي في بقى سيفير اور اكيوت كرونيك انجري مثلا حصل، are replaced by connective tissue. مش قادر، انا فقت قدرتي فبدات املى الفراغات، اجيب كونكتيف تيشو احطه، فده طبعا بيعمل إتقان. تمام؟ typically من 70 ل 80% tensile strength is regained at 3 months while little additional strength gained thereafter. Excess tumor growth factor beta is associated with apparent scarring such as hypertrophic and keloid scar. وده بيحصل يا دكاترة في بعض الأشخاص اللي هم تعالى كده، ايه حجم القلم ده كده، في بعض الأشخاص، ممتاز جدا. في بعض الأشخاص اللي هم بيبقى عندهم كرونيك سكارينج يعني. فأنا عندي نوعين من السكارز، عايزك حضرتك تاخدوا بالكم منها. أول حاجة الهايبرتروفيك سكار، الكولاجين سينسز بيبقى مودريتلي انكريست، هو تايب 3 كولاجين. مهم جدا انت تعرف ان هو تايب 3 كولاجين. ماشي؟ طيب انا بس هوريك صورتين وبعد كده هرجع اقارن. شايف دي سكار اهي، ودي سكار اهي. ماشي؟ سكار اهي وسكار اهي. شايف السكار دي موجوده وواضحه، ما كانش طبيعي ان هي تبقى واضحه كده. بس طبعا ده واخد يعني ده واحد جالك المستشفى واخد سكين على وشه يعني. ما تشوفش حد هنا خالص صراحه، الحمد لله. ف ف يعني يبقى في جون شوت ماشي، لكن مفيش. الناس هنا ما بتهزرش كده، مسدس على طول. فده شكل كده ايه، ده شكل الهايبرتروفي سكار، وده شكل الكولويد سكار. يا رب بقى، دي حاجه مبالغ فيها جدا. فارجع بقى شوف المقارنه ما بينهم. هنا عندي ايه، خلاص ده بقى مودريت انكريز في الكولاجين، ده ماركت انكريز في الكولاجين. بارلل يعني، هو السكار ديت بشعه شويه بس برضه ستيل مش زي دي. فعشان كده الاورجنايزيشن بتاع الكولاجين، ما هو انت عشان تطلع سكار شكلها شكل الجلد ما يبقاش فيه اي اختلاف، لازم يكون الاري او الكولاجين اورجانيزيشن شكل الكولاجين بتاع الجسم. تمام؟ فهو هنا بارل، بس هو كتير، عشان كده مدي شكل سكار. لكن ده ديس اورجنايز، ده بارل، ده مش ماشي مع اي حاجه خالص هنا يعني. طب الاكسنس اوف سكار confined to border of original wound. ماشي اهو، هو ده بس في مكان الووند يعني. طب الاكستند هنا extend beyond border of original wound with claw-like projection زي ما انتم شايفين هنا، typically on air lobes face and upper extremities. ممكن تروح اصلا في اي حته. فاهمني؟ recurrence هنا infrequent، ده اما الشخص يحصل فيه سكار بس، لكن هي فريكوينت اقل حاجه اصلا ممكن تسيب سكار في الشخص ده. طب predisposing factor none, however incidence may be slightly higher in people with darker skin. هنا برضو none، لكن الانسيدنس برضو بيزيد مع الاشخاص اللي عندها darker skin. يبقى اذا ده بالنسبه للسكار فورميشن. طبعا الكولويد سكار من الحاجات اللي ساعات تتسال في الامتحان وموجود عليها اسئله في اليو وورلد. كويس جدا. تعالوا نتكلم على خلي بالكم احنا بقى from now till the end of the chapter كلها يعني ايه، تجمعات، حاجات كده ايه، بتقدم على الاربع خمس محاضرات اللي هم كانوا في البدايه. تمام؟ تعالوا نتكلم على الكالسيفيكيشن. يعني ايه الكالسيفيكيشن؟ كالوس تقريبا بالعربي يعني. انا برضو سالت سؤال غبي يعني، الكالسيفيكيشن في كالسيوم بيحصل له ديبوزيشن يعني. تمام؟ فالكالسيوم اللي بيحصل له الديبوزيشن دوت قد يكون يعني حاجه طبيعيه يعني. كلمه كالسيوم ديبوزيشن، ما بحط كالسيوم في البون ده طبيعي. طب لما اروح احط كالسيوم في اماكن تانيه، ده مش طبيعي يعني. هو ايه اللي يخلي الكالسيوم يروح يتحط في اماكن تانيه؟ احنا بنتكلم في شابتر جنرال بيولوجي، بنتكلم في شابتر انفلاميشن اند ريبير. تمام؟
فده كده ابنورمال بروسيس في بعض الاحيان بتحصل اما يحصل كرونيك انفلاميشن في مكان معين، زي مثلا سكار فورميشن. ابنورمال، نورمال بروسيس. تمام. وفي هنا كولاجين وفي هنا حاجات كتير قوي زياده، يا عم مش هيحصل حاجه، احط لك شويه كالسيوم. تحط شويه كالسيوم اصلا من ضمن الحاجات اللي بتخلي السكار تيشو تنسايل زي السكين ذات نفسها. يبقى اذا الكالسيفيكيشن بروسيس والكالسيوم سولت deposit in tissue leading to formation of calcified nodules or deposits. ماشي. In the context of inflammation calcification can occur because of chronic inflammation tissue damage. ماشي. يعني ما ينفعش كالسيوم يتحط بسبب acute inflammation، لازم دايما chronic inflammation هو علامه من علامات الكرونيك انفلاميشن. فعشان كده ممكن اشوف في بعض الانفلاماتوري سيلز. ماشي. ممكن اشوف بعض الانفلاماتوري سيلز. وبرضه في احيان اخرى لو هو ما فيش كرونيك انفلاميشن، لو الحته دي ماتت ممكن يترسب فيها كالسيوم. يعني لو في الحته ديت ميته في الجسم ممكن يترسب فيها كالسيوم. فعشان كده عندي نوعين من الانفلاميشن. عندي نوعين من الانفلاميشن، يا اما الديستروفيك كالسيفيكيشن يا اما الميتاستاتيك كالسيفيكيشن. يبقى تاني كده، ديستروفيك كالسيفيكيشن او ميتاستاتيك كالسيفيكيشن. دي واحده بس اللي كاتره في حد بتاع دليفري. طيب فعشان كده بقول في عندي نوعين، الديستروفيك كالسيفيكيشن والميتاستاتيك كالسيفيكيشن. طيب الكالسيوم ديبوزيشن في الديستروفيك كالسيفيكيشن ده بيبقى في الابنورمال او الديزيز تيشو، لكن الميتاستاتيك كالسيفيكيشن النورمال تيشو. تمام. ده بالاكستنت هنا ده وايد سبريد ديفيوز ميتاستاتيك. هو كلمه ميتاستاتيك يعني تحس ان هي يعني كلمه صعبه، لكن هي مش يعني مش بالمعنى اللي هي بتعكسه يعني. بس خلينا نتكلم عن الميتاستاتيك الاول. الكالسيوم ديبوزيشن دوت بيحصل في الانترستيشال تيشو اوف ذا كيدني لونج اند جاستريك ميكوزا. هو يعني هو ده يعني بيحصل في النورمال تيشو. تمام. بس هو مش معناه ان هو فكره الديبوزيشن بتاع الكالسيوم ده طبيعيه. تمام. فكره الديبوزيشن بتاعت الكالسيوم دي مش طبيعيه، بس هي بتحصل في تيشو طبيعي مش تيشو مريض. الجاستريك ميكوزا وال وليه بيحصل الكلام ده؟ عشان التيشو اللي هي بيحصل لها ديبوزيشن فيه عنده propensity to lose acidity quickly creating a higher pH environment that favor calcium deposition. يعني البي اتش بيبقى هاي اصلا في المكان ده، هو يعني بيبقى الكلاين من الاخر كده، سهل ان يحصل كالسيوم ديبوزيشن. عشان كده دايما كل بي اتش لكل تيشو في الجسم موجود في حاله بالانس يا دكاتره يعني. Nephrocalcinosis especially affecting the collecting duct can lead to complications زي النفروجينيك diabetes insipidus. يعني عشان كده دايما الهايبر كالسيميا اللي بتعمل النفروكالسينوزيس ممكن تعمل نفروجينيك دايابيتس insipidus، واتكلمنا عن ده قبل كده كتير، وتعمل كمان رينال فيلير. ماشي. عشان كده من الضروري جدا معالجة الهايبر كالسيميا. طبعا الهايبر كالسيميا اخطر حاجة انت بتخاف منها في البداية هي ان هي بتأفكت الهارت. تمام. دي اول حاجه ممكن تموت العيان، فلازم تاخد بالك من حاجه زي كده. طيب الديستروفيك كالسيفيكيشن بقى ده بيحصل في حالات الكرونيك انفلاميشن، او ان انا عندي ديزيز تيش موجود في الجسم، زي ايه حضرتك؟ التيبركلوزس، الاكويفاكتيف نيكروز اتكلمنا عنه، الفات نيكروز. الفات نيكروز ديت احنا اديتك قبل كده كيس سيناريو ان ديت واحده بتجي لك المستشفى عندها بين في البريست او كلكوعه كده في البريست، وللاسف مش فاكره ان حصل لها يعني ايه، ان حصل لها تروما. ممكن تروما سهله يعني، فاهمني؟ حصلت في البريست عملت الكلكوعه دي ليه؟ لان هو التيشو اللي موجود في البريست كله فات. ففات نيكروزس بيحصل فيه. الفات نيكروز اصلا من ضمن الكاركترستيك السلبيه بتاعته انه بيحصل دوزيشن لكالسيوم في التيشو. الانفراكت او الثرومباي ساعات بقى يعني الكالسيوم بيحصل له ديبوزيشن فبيزود الطين بله على الموضوع يعني. التستوميازيس، الكونجينيتال سايتوميجالو فيروس انفكشن، التوكسوبلازموزيس، الروبيلا. سموها باديز عباره اصلا عن كالسيوم هنتكلم عنها دلوقتي. الكويست سندروم اصلا اول حاجه فيها السي والسينوزس، فاهمني؟ وما تكتبوا لي في الكومنتات الكريست سندروم عباره عن ايه. اكتبوا لي كده الار بتدل على ايه، والاي والاس والتي، والاسيروسكليروتيك بليكس which can become calcified over time. يعني في بعض الاشخاص تخيل كده، يعني لك ان تتخيل مدى بشاعة الأمر لما يبقى عنده أثيروسكليروسيس ويحط فيه كالسيوم كمان يعمل له أثيروسكليروتيك كالسيفايد بليك موجود في البلاد فيسل. صعب جدا إن هو يتعالج. وطبعا
بيؤدي لمشاكل كتير جدا لو حصل فيه رابشر. ممكن يعمل يعني ثرومبوتيك او اثيروسكلروتيك ثرومباي، تروح تقفل اي حته بقى، يعني تعمل له MI، ويعني تبهدل له الدنيا خالص يعني. طب الايتيولوجي في حاله الديستروفيك ده، خلاص نيكروزس بقى حصل. يعني دايما كل الحاجات اللي احنا شايفينها ديت فيها نوع من انواع النيكروز، او فيها نوع من انواع الكورونيك بروسيس. هنا بقى في الميتاستاتيك، وجاي اشرح لك بقى، اقول لك هو ليه ميتاستاتيك. يعني يقول لك كالسيفيكيشن سكندري تو هايبر فوسفاتيميا، زي حالات الكرونيك كيدني ديزيز اور هايبر كالسيميا. يعني هو كلمه ميتاستاتيك يعني ايه؟ يعني دايما بنسمعها في حالات الكانسر، لما يبقى شخص عنده مثلا كانسر في مكان معين، بدا يحصل له ميتاستاسيس، ينتشر. هو ده فكره الكالسيوم برضو بالظبط. الكالسيوم عالي بدا ينتشر في التيشوز المختلفه، يعمل ميتاستيزس في التيشوز المختلفه. تمام. فاذا لا اما هي هايبر فوسفاتيميا زي حالات الكرونيك كيدني ديزيز، هايبر كالسيميا زي حالات البرايمري هايبر باراثيروديزم، ساركايدوزس. دي يعرف الساركايدوزس بيبقى فيه هايبر كالسيميا ليه؟ مهمه جدا، دي مهمه. ساركويدوزس فيها هايبر كالسيميا. مثلا لو تفتكروا الساركويد بوديز دهيت، ده كده ساركويد بوديز ده هي آه، آم، آم، فاكرين انتوا الفيتامين دي؟ الفيتامين دي، الفيتامين دوت، الفيتامين دي كان بيتفعل عندك في الليفر والكدني عن طريق ال 1 الفا هيدروكسيليز وال 25 الفا هيدروكسيليز. تمام. يعني يروح على كدني على ما اتذكر واحد ولا 25، مش مشكله، دي مش قضيتنا قوي دلوقتي يعني. تمام. فانا عندي 1 الفا هيدروكسيز تقريبا في الكدني، و25 الفا هيدروكسيز تقريبا في الليفري. ماشي. فالساركويد بوديز ديت بتفرز 1 الفا هيدروكسيليز اللي هيفعل الفيتامين دي. طب والفيتامين دي بيعمل ايه؟ بيطلع كالسيوم، بيزود الكالسيوم في الجسم. ماشي. فاذا الساركويد، او ان اصلا شخص يكون عنده هايبر فيتامينوزس دي، واخد يعني فيتامين دي بكميات ضخمه، لغايه lead to formation of calcium deposition. This deposit appear deeply basophilic on hematoxylin and eosin. تمام. hematoxylin مش عارف في صوره ليها ولا لا، بس هي طبعا ايه، صوره مشهوره جدا. ده على فكره هو ده اصلا سموه وزن كام عنها، بس هي ديبلي ايزينوفيليك، سوري بيزوفيليك، مع الهيماتوكسيلين ايوسين. ماشي. فخد بالك من التو تايبس اوف كالسيفيكيشن اهو. الصوره ايه لطيفه، هو ده كده الكالسيفيكيشن اللي بيحصل عندي. ماشي كده. تعالوا نتكلم بقى على السموه بوديز. السموه بوديز دايما لما بنشوفها تبقى ريفليكشن لديزيز حصل. ماشي. يعني تشوفها كده تبدا تفكر في شويه ديفرنشالز يجي في دماغك. يعني فاذا هو على حسب المكان اللي هتشوفها فيه. يعني شفت سموه بوديز في الثيرويد جلاند. هي سموباز عباره عن ايه؟ عباره عن concentric laminated calcific structure found in certain pathological condition اهو. concentric يعني حاجه كده، يعني بتدور حوالين سنتر كده، وهي طبقات اهو. لو انت ركزت شويه تلاقي كده طبقه، طبقه فوق طبقه فوق طبقه، ده سنتر اهو. ماشي. عامله دوريه، مش عامله زي العمله كده. عباره عن كالسيفيكيشن، وعلى حسب المكان اللي موجود فيها هتساعدك على التشخيص. يعني زي ما قلت لك، رحت شفتها في الثيرويد جلاند، فتفتكر انت عندك بابيلاري، اي بابيلاري هتلاقي، ممكن تلاقي فيها سمومس. فاكرين انتوا لما اتكلمنا في البرودكتيف على ما اتذكر، على البابيلاري سيستادينو مش عارف ايه كارسينوما، والبابيلاري مش عارف ايه في البريست، والبابيلاري ثيرويد كارسينوما في الثيرويد جلاند، المننجيوما، السيرس اوفيريان كارسينوم، الميزوثيليوما والبرولاكتينوم. ماشي. فاذا السموه باضت دايما من الحاجات اللي بتيجي تقول لك ايه هو. خلي بالك برضو انت مش هتلاقي، انت مش لازم بيبقى عندها الصراحه يعني ايه، خيال واسع جدا. مش هتلاقي مثلا وانت بتبص هنا تلاقي مكتوب عليها سموه باضت فتشوف، لا انت بتشوف كالسيوم. يعني انت بتشوف كالسيوم، واحنا اطلقنا على الكالسيوم ده سموه باضت. ماشي. لكن هو ايه، مش هتشوف ان هي مكتوب عليها سمبوتس فتديك التشخيص يعني. فبابيلر ستار كارسوما من جيوما سيروس اوفيريان كارسوما ميزوثيليوما وبرولاكتينوما. فيقول لك ريمبر ذا نومونيك موم. ماشي. المننجيوما و يقول لك ايه، برولاكتينوما to remember the last one. برولاكتينوما يعني مونيك از مom. do not forget the milk. يعني عشان تفكر اخر واحده يعني. يعني هم كلهم سهلين عامه، وهم ايه، احنا قلنا ده، انا دايما بقول ايه، to be
و2 ام و1 اس. ماشي. التوب اللي هم ايه؟ خلاص قلنا البرولاكتينوما وبابيلاري ثيرويد كارسينوما. 2 ام للمنجيوما والميزوثيليوما. ماشي. والاس السيرس اوفريان كارسينوما. طيب. تعالوا نتكلم بعد كده على الاميليدوزس. برضو من المواضيع يعني الشبيهه بفكره الكالسيفيكيشن اللي بيحصل نتيجه الانفلاميشن. هو الاميلويدوز ده عباره عن ايه؟ عباره عن ديبوزيشن اوف اميلويد. اميلويد ده عباره عن بروتين. يبقى اذا abnormal accumulation of insoluble. هي مشكلته كلها ايه؟ نروح للدروينج تاني. مشكلته كلها ان هو insoluble. ان هو بروتين انا مش عارف ادوبه، مش عارف اخلص منه يعني. is called amyloid. في اورجنز مختلفه في الجسم، وده abnormal بروتين، فبالتالي هيأثر على الفانكشن بتاعت الاورجن دي. من اشهر الاماكن اللي بيحصل فيها ديبوزيشن الاميلود هو الرينال، الكدني، فيعمل لك نفروتيك سيندروم. ماشي. من اشهر الاماكن يحصل فيها اميلودوز هي الكدني، فيعمل نفروتيك سيندروم. بعد كده عندك الهارت. الهارت اللطيف الجميل ده هو الهارت الجميل ده هو ده. والله يا سيدي مش عارف خلي بالاصفر. لا، خلي بالأصفر عشان هو هارت برضه. يعني ده تخيل كده معايا الهارت اهو. فتخيل كده الهارت ده اهو حصل ديبوزيشن لاميلود في الوول بتاعته. فطبعا دي مشكله، دي مشكله كبيره جدا. الوول بتاعته ما عادتش بتتمدد بالشكل ما هو الاميلود ده هو. ما هوش نفس الكونكتيف تيشو اللي عامل الاورجن. فبقى مور سترينث، مور ريستريكتيف، يعمل ريستريكتيف كارديوموباثي. في الجاسترو انتستينال فاهمني، يعمل هيباتوسبلينوميجالي. بس يعني من الاشخاص اللي بيبقى عندها الموضوع ده بيبقى عندهم كميات كبيره جدا من الاميلود، يعني فيري رير يعني. آم، ما شفتش حالات كتير. حالات محدوده جدا انت بتشوفها في هيباتوسبلينوميجالي. النيورولوجيكال سيمتوم برضه من الحالات المحدوده. بريفرال نيوروباثي، الماسكولوسكليتال مانيفستيشن انلارجمنت في المصل رير جدا، زي الماكرو جلوسيا. تمام. في حالات الماكرو جلوسيا ما تكتبوا لي كده إيه الماكرو جلوسيا دي بتحصل في حالاتي، فالموضوع انتراكتيف يعني. الكاربال تانل سندروم من الحاجات المشهوره. كاربال تانل سندروم يحصل ديبوزيشن للاميلويد فيدي لك كاربال تانل سندروم. cutaneous symptoms such as waxy thickening of the skin and easy bruising. تمام. يعني السكين كده تحس ان هي واكسي بسبب ان انت عملت ديبوزيشن لاميلويد فيها. طيب. عندي برضو زي ما اتكلمت في الكلاسيفيكيشن كده، عندي نوعين من الاميلويد يعني، او mainly two types of amyloid. ماشي. اميلويد لايت تشين بروتين. فاهمني. عندك برايمري اميلويدوس او اي ال، يقول لك فروم immunoglobulin لايت تشين. وده بيحصل ده اميونوجلوبولين. فده بيحصل امتى؟ في حالات البلازما سيل ديس اوردر. البلازما سيلز هي اللي هيحصل لها ديفرنشيشن وتطلع لك الاميونوجلوبولين. ماشي. يبقى سهله اهي. بلازما سيل ديس اوردر زي حالات المالتيبل مايلوما. الشخص دوت هيبقى عنده ايه الا مايلوما لايت تشين ديبوزيشن يعني. دلوقتي انت شخص جاي لك بكدني بروبلم. الكدني بروبلم ديت انت دكتور بطنه بتفكر تقول الشخص ده جاي بكدني بروبلم. الكدني بروبلم ديت حصلت نتيجه، شوف هو عنده نفروتيك سندروم، ايه سببها؟ ابدا ادور على الاسباب. اه ده انا عملت ستين ولقيته كونجوريدز والحاجات بقى بتاعت الاميلود دي. طيب. هو كده ده برايمري ديزيز؟ ده مش برايمري ديزيز في الكدني. تمام. ده مش برايمري ديزيز في الكدني. ده ديزيز او ده مرض في الكدني حصل نتيجه ديبوزيشن في اميلود. فابدا ادور الاقي في الشخص ده عنده مشكله اكبر الا وهي المالتيبل مايلوم. تمام. واجي ابص كده الاقي المالتيبل مايلوما مسمعه في كل حته، والشخص ده ايه؟ بيعيش كتير. فاهمني. فانت دايما بتفكر بفكر الميديسن بالشكل ده. طب السكندري اميلودوزس يقول لك السيرم اميلويد ايه؟ يقول لك اميلودوزس كان سين ان كرونيك انفلاميشن انفلاماتوري كونديشن such as rheumatoid arthritis, inflammatory bowel disease, familial Mediterranean fever من الحاجات المشهوره باي ذا واي تعمل اميلودوز. familial Mediterranean fever او protracted infection يعني حاجه كده بقى ايه؟ عدوى الجسم ابتدى عليها ومزمنه، وبدا الجسم اصلا يفرغ بسبب العدوى دي. يبقى ده كده. هو انا قلت عليها سكندري اميلايدوزس. سكندري اميلايدوز ليه؟ لان هي الوقت سكندري الانفلاماتوري بروسيس موجوده عندي. تمام. يعني هي سكندري الانفلاماتوري بروسيس، فبدا الاميلويد يحصل له ديبوزيشن يعني. وبعد كده عندك النوع الثالث من الاميلويدوزس، الاسم الغريب الترانس سيرتين. اتمنى اكون انطقها صح. اميلويدوزس
فيقول لك ده sporadic amyloidosis caused by wild type of نفس البروتين ده progress slowly and is associated with aging and it mainly affects the heart. ماشي. ساعات اشخاص بيبقى عندهم لسه هتكلم هو hereditary amyloidosis caused by mutated TTR. الاطفال ديت للاسف بتكبر في السن بسرعه، واكتر اورجن بيحصل له فكره ان هو الهارت. يقول لك manifests as familial amyloid polyneuropathy or cardiomyopathy. ماشي. بتلاقي دايما العيله مشهوره بالموضوع ده، برضه من الحاجات الرير جدا، الرير جدا انت ممكن ما تشوفها في حياتك غير مره او مرتين يعني. طيب، حالات كتير جدا برضه دي بنشوفها بقى، دي يعني دايما يقول لك ايه؟ الدياليسيس. طبعا الدياليسيس سبحان الله، الدياليسيس من الحاجات العبقريه للغايه يعني. الدياليسيس في حد ذاته، فكره الدياليسيس، الاشخاص اللي عندها رينال فيلير، من الحاجات العبقريه للغايه يعني، من الحاجات اللي بتقول لك يعني ايه، انت بتحس كده بمدى اهميه الطب. تخيل مثلا قبل وجود الدياليسيس، الاشخاص اللي عندها كيدني بروبلم خلاص ده ما فيش عنده حاجه، هيموت وهيموت في وقت سريع جدا. تمام. هو وصل لمرحله الكيدني فيلير والكلى بتاعته ما عادش بتفلتر. فبالتالي هو هيموت في خلال شهور، في اسابيع، في ايام، على حسب صعوبه الموضوع يعني. لكن الدايلسيس لا، حل الموضوع. بس مفيش حاجه بتيجي ببلاش. اكيد ده اتعلم كده في الطب يعني، مفيش حاجه بتيجي ببلاش، كل حاجه come with its adverse effect او side effects يعني. مش دايما side effect في كل حاجه، adverse effect. هو برضه الدايلسيس نفس الفكره يعني. الدياليسيس ذات نفسه بيخلي البيشنت ده at risk of deposition of beta 2 microglobulin، وده بنشوفها في حالات الاند ستيج رينال ديزيز اون لونج تيرم دايليسيس. بس هي يعني على قد ما هي ده سايد افكت، على قد ما البنفيتس فروم دايليسيس هتخليه عايش سنين بدل ما كان هيعيش ايام او اسابيع. ماشي. خلي بالكوا ده كله سيستميك يعني. أنا الاربع انواع اللي موجودين عندي دول سيستميك. الاربع انواع اللي موجودين عندي سيستميك. طب اللوكالايزد بقى، اللوكالايزد ده هو، انا بتكلم على ان هو بقى بتيكو معين، زي مثلا الزهايمر ديزيز. البيتا اميلود بروتين بتوصل في البرين، تعمل ايدجنج للبرين، وتعمل تعمل الزهايمر ديزيز. طيب، انا عايز اقول معلومه صغيره كده يا دكاتره. هي مش المشكله في ان انا رصدت الماده دي الاميلود ده، المشكله ان انا ما قدرتش اشيله. زي ما انا شرحت لكم قبل كده في الجينetiكس، قلت لكم مش المشكله ان الميوتيشن تحصل، طبيعي ان بيحصل ميوتيشنز كل يوم. المشكله ان الاشخاص اللي الميوتيشن بتظهر فيها في الغالب بيبقى عندهم مس ماتش ريبير انزيم ديفيشنسي، او ميوتيشن اصلا في المش ماتش ريبير انزيم ذات نفسه. فاهمني؟ فنفس الفكره هنا في الالزهايمر ديزيز، انا اترسب عندي بروتينات، طبيعي ان انا اروح اجيب الجهاز المناعي بتاع السيستم، او الكلينرز بتوع السيستم بتوع الجسم، يروح يشيلوا الكلام ده. بس للاسف بما ان هي يعني احنا قلنا بروتين انا مش فاهمه يعني، انسلبل بروتين، ومش قادر اكسره ومش قادر اشيله، فيبدا يحصل له ديبوزيشن. ماشي. طيب، يعني هو طبيعه البروتين ذات نفسه ايزوليتد اتريال اميلودوزس، يقول لك اي ان بي، يقول لك هو الاي ان بي بروتين. ماشي. Atrial fibrillation is a common condition associated with aging and it carries an increased risk of atrial fibrillation يعني. تمام. ده بسبب ترسيب الاي ام بي ذات نفسها. طيب، تايب 2 diabetes mellitus، زي ما انتوا يعني لازم تكونوا فاكرين لما جيت اتكلم على التايب 2 diabetes mellitus، ان انا عمال اطلع البيتا سيلز عماله شغاله كتير شغاله كتير شغاله كتير، لان في ريزيستنس للانسولين، فالجسم بيحس الموضوع يعني. انا عندك اهو، اشرح لك سريعا كده اهو. البنكرياس اللطيف بتاعنا ده اهو، ده البنكرياس، ده الايلتس او البنكرياس. الجسم ده بيطلع الانسولين اهو. ماشي. الانسولين دوت بيروح للتارجت تيشو، وليكن ده ماسل شغال على الجلوت ريسبتور، في ريزيستنس. يقوم الجسم يفتكر ايه؟ يفتكر ان البنكرياس بيطلع كميه قليله، دي نقطه، او ان انا عايز اتغلب على الريزيستنس ده. فهم انا راح مدي اوردر للبنكرياس، اقول له يا عم بنكرياس طلع لي انسولين اكتر، فيقوم طلع انسولين اكتر. ماشي. فما بيطلع انسولين اكتر، لو تفتكر بقى ايه؟ السيب التايد اللي بيحصل لها كليفج، فتبدا ترسب في البنكرياس، فتعمل الاميلود، فتسوق الموضوع اكتر. ماشي. يعني اصلا الديبوزيشن بتاع الاميلود في البيتا سيلز بتاعت البنكرياس هيبدا مع الوقت يحول الشخص من تايب 2 دايابيتس ميليتس عنده انسولين بيتفرز، لتايب 1 دايابيتس ميليتس ما عندوش انسولين بيتفرز خالص، لان البيتا سيلز بتاعت البنكرياس ما عادش شغاله عشان ترسب فيها اميلويد.
فاهمني؟ فايه يعني هو ايه؟ يعني زي ما احنا قلنا بالظبط في الطب، مفيش حاجه بتيجي من غير مفيش حاجه بتيجي ببلاش في الطب. فانا طلعت انسولين كتير عشان اتغلب على المقاومه، بوظت البيتا سيلز. عشان كده زي ما احنا قلنا كمان شويه، التايب 2 دايابيتس ميليتس ممكن الاقي الاشخاص بدات تمشي على الانسولين. ليه؟ ما عادش بيطلع فيه انسولين، يعني بقى خلاص بقى كورس بود بوزيشن اوف اميلين known as islet amyloid polypeptide or IAPP. Pancreatic islet disease deposition contribute to the pathogenesis of type 2 diabetes mellitus، او البروجريشن بتاع type 2 diabetes mellitus اللي هو type 1. ماشي. بعد كده عندك الميدالر ثيرويد كانسر. لو انا بطلع كالسيوم هو التيومر ماركر بتاعها يعني، secreted from the tumor، فيبدا يحصل له ديبوزيشن. الميدالر ثيرويد كانسر من الحاجات المشهوره فيها واللي اتكلمنا عنها قبل كده، الجزء اللي هو آه، ال- آم، الجزء بتاع صوت ايه؟ اه الكونجوريدستين. الكونجوريدستين بتاع المكان ده. ليه؟ لان حصل ديبوزيشن للكالسيتونين، عمل اميلويد. الاميلويد دهوت بيتسبب بالكونجوريدستين. الكونجوريد بوزيتيف. ماشي. فلما بلاقي الكونجوريد بوزيتيف في الثيرويد جلاند، اعرف ان هي ميدالري ثيرويد كانسر. هنتكلم بالقدر دوت في المحاضره دي، ونكمل إن شاء الله المحاضرة القادمة. السلام عليكم.